محمد الغازي وجمال الغندور حكمين في مباراة النادي الأهلي وإنبي. الغازي في الملعب والغندور على الفار. الحكمين دول لو في أي دوري محترم مش هيحكموا تاني ولا هيشموها تاني. تعالوا نشوف الحالات بتاعتهم في المباراة، الحالات الفريدة اللي هي ملهاش مثيل وما حصلتش. ونبتدي بأول حالة. وعمل مباراة كبيرة أمام منتخب أثيوبيا وأمام منتخب بوركينا فاسو، وتريزيجيه يسعى من أجل العودة. اللاعب رقم 5 بشدة تريزيجيه في الدقيقة 8 من التيشيرت بتاعه وبيوقعه في الأرض، ما ادالهوش انذار، ولا حتى هنقول إن هو طرد، ما ادالهوش انذار وحسبها فاول والكرة مشيت وعدت. ندخل على الحالة الثانية. اليوم وفي الكرة دي طاهر محمد طاهر بيمد رجله واللي واقف قدامه لاعب انبي، حط رجله قدام رجل طاهر. مين ياخد فاول في دي؟ اللي اخذ فاول لاعب انبي، وطاهر محمد طاهر اخذ انذار. ده الغازي اللي بيحكم مباراة الاهلي وانبي. نشوف بقى القرارات المتشابهة في الحالات والقرارات المختلفة في الحالات، بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة لانبي والنادي الاهلي، لمصلحة انبي ومش لمصلحة النادي الاهلي. اول حالة، بيكم خبط في رجل اللاعب بتاع انبي، فاللاعب وقع، راح مصفر الحكم على طول طياره صاروخ، مع انه مش جنبها، خلي بالكم من دي، بس صفر عليها فاول. ندخل بقى على الحاله بتاعه امام عاشور، واللي هو واقف قدامها وشايفها بعينه، مش محتاجه، ده هو شايفها ونظره جايبها قدامه، مش محتاج ان هو حد يتدخله ولا الفار حتى يقول له ولا يعيد له اي حاجه، بالعكس قدام عينه والحاله قدامه شايفها امام عاشور. نشوفها يحكم فيها. والصفارة من حكم اللقب محمد الغازي. هذه العادة مرة ثانية، هذه الانطلاقة. لاعب انبي ضرب امام عاشور في رجله من ورا، خلاه فقد اتزانه، وفي الاخر ما قدرش على ان هو يوزن اتزانه، وقع على الارض. الحكم قدامه شايفها وقال ما فيهاش حاجه ولعب، والكره دي رجعت بهجمه مرتده على النادي الاهلي، وكانت جون، دخل الجون، بس كانت اوفسايد. ده الغازي. نشوف الحالات دي اهي باينه قدامنا. لسه بقى الحالات اللي جايه، نشوف بقى الدنيا هتودي الغازي فين هو والغندور اللي معاه على الفار، علشان دي كده المفروض الفار كان يقول له تعالى ده في فاول لامام عاشور قبل الكره دي، فتحسبها انت اوفسايد على نادي انبي، ارجع وبص على الحاله. انما مفيش، اتلعبت كره ثابته اوفسايد. ندخل بقى مع عمنا الغازي والفار بتاعه على الحالات بتاعتهم، اللي هي حالات تعتبر بالنسبه لهم سطر واحد، درجه واحده، اللي بيحصل فيها واحد والحكم فيها واحد، ما فيهوش اختلاف. نشوف اول حاله. تقريبا بعد مرور اول نص ساعه من عمر اللقاء، والشوط الاول سيطره. اول حاله دي دفعه من لاعب انبي في ظهر بيكم وحسبها فاول لصالح بيكم، ماشي تمام، ميدفيلد 14 وانا معاه، مفيش مشاكل في دي، بس الحكم ليكم انتوا. هنشوف الحاله الثانيه برضه هتبقى نفس المقياس زيها ولا لا. واللي موجود على محمود تريزيجيه مخالفه من نصيب احمد كلوشه. الحاله الثانيه تريزيجيه الكره ملعوبه له وقدامه كلوشه، وهو اللي راجع لورا، والكره ما لمسهاش حتى كلوشه، ده الكره اتلعبت ونزلت قدام تريزيجيه، انما قال لك ايه؟ قال لك فاول على تريزيجيه، ماشي تمام، وانا معاه، انا موافق في الحكم بتاعه، انا معاه، والكره دي اتحسبت فاول على تريزيجيه. طيب هي دي زيها زي الكره بتاعه ضربه الجزاء بتاعه لاعبنا ديانج اللي انت حسبتها وصفرت عليها على طول، اللي صفر عليها هو على طول بتاع ديانج اللي دخل في ظهر اللاعب، ماشي خلاص، بس في معيار بالنسبه له ان هو اي لاعب بيتلمس في ظهره من اي لاعب بيحسبها فاول، تمام كده خلاص موضوع منتهي، واحنا راضيين بضربه الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي وكان سببها ديانج، مفيش مشاكل. نبص بقى على الكره بتاعت تريزيجيه وهنشوفها في اول لقطه ليها في اللعبه الماضيه. ودي عاد اقول لكم لا الفيديو ده واللقطه دي ما جايبهاش حاجه، مش عجباني، مش موضح حاجه، لا انا مش عجباني، لا انا هركنها على جنب، في لقطه ثانيه احسن منها نبص عليها نشوفها، نشوف في لقطه ثانيه. محمد صبيحه وادي السقوط اللي كان موجود من محمود تريزيجيه. ايوه اللقطه دي بقى ايه راي حضراتكم فيها؟ اللقطه دي لاعب انبي في ظهر تريزيجيه، ولاعب انبي الثاني دخل في ظهر اللاعب بتاع انبي اللي ضرب في ظهر تريزيجيه، ايه رايكم في دي؟ دي محسوبه ايه؟ دي المفروض تتحسب على المعيار بتاعه فاول لمين؟ لتريزيجيه، دي ما اتحسبتش حاجه، ما حسبهاش ضربه جزاء والكره اتلعبت. ده محمد الغازي واللي معاه على الفار خالد الغندور. دي حالات النادي الاهلي في مباراه انبي، دول لو كانوا في اي دوري محترم دول ما كانوش شموا التحكيم تاني،
ده التحكيم المصري اللي بيجامل في مباريات ويحسب ضربات جزاء لنادي وما يحسبش عليه ضربات جزاء، ويحسب على نادي تاني ضربات جزاء وما يحسبلوش ضربات جزاء. ده الغازي وخالد اللي معاه على الفار، محمد غازي وخالد الغندور.